أهلا وسهلا فيكم. اليوم الحلقة 26 من إزقاق الجن. لطيف بيضرب شيماء وبيقتلها. فهي تفاصيل الحلقة، حطوا لايك. شيماء بالليل بتروح على الخرابة وبتنادي إذا في حدا يرد عليها بالخرابة. فبهاللحظة بيكون لطيف قاعد مع ظاهر وحاطط ايده على تمه مشان ما يصرخ. شيماء عم بتدور بالخرابة وعم بتنادي، فلطيف بخاف انه حدا يسمعها ويجوا على الخرابة ويلقطوا. لهيك لطيف بيسكر تم ظاهر وبيحطه على جنب، وبيحمل العصاية وبيجي من ورا شيماء وبيضربها على ظهرها على راسها وبيوقعها على الأرض. شيماء بتفقد الوعي، ولطيف بيقول لحاله يمكن تكون ماتت، فلهيك بيعطي احتمال انه تكون عايشة، فبيربطها بالشجرة وبيشعل نارة جنبها مشان اذا حدا مرق من جنب الخرابة يشوف النار ويفوت ويفكها. وشي بعد ما الضربة قوية بتخفى وبتفقد الوعي نهائيا. وتاني يوم الصبح بيجوا شباب الحارة وبيشوفوا شيماء مربوطة وكل تيابها غبرة، على قد ما قاومت المجرم الحقير لطفي وانه هو ربطها وسحبها. فهي احداث الحلقة، والسؤال: هل قدرت شيماء تعرف مين القاتل؟ وهل راح تنفذ؟ ولطيف راح يتركها ولا يقتلها لانه عرف انه عرفت؟ فهي الاحداث تشوفوها بالحلقة 27 او 28. هذا الفيديو بس، اشترك بالقناة. باي.